السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا النهاردة في درس جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل اللايك والسبسكرايب بتوعنا. طيب درس النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن النون او الاسم. طيب لحظة كده، نيجي بسرعة. يعني ايه نون او يعني ايه اسم؟ What is a noun? A noun is a word that identifies a person, a place, a thing or an idea. تعالوا كده سوا نعرف. يبقى زي ما ظاهر هنا عندنا على الشاشة، الاسم هو حاجة بتدل على شخص أو مكان أو حتى فكرة. طيب دول بالإنجليش معناهم إيه؟ الشخص يعني person، والمكان يعني place، والفكرة يعني idea. لا بالراحة علينا كده، واحدة واحدة، ادينا أمثلة عشان نعرف نكون معاكي ونفهم. حاضر، من عينيا الاتنين. أول حاجة examples of person، كلمة a child بمعنى طفل، وكلمة an artist بمعنى رسام. استني يا مس، حضرتك كمان نسيتي الأمثلة على الأماكن. لا 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 لا، ما نسيتش، تعالوا أقول لكم. أول حاجة a city معناها مدينة. تاني حاجة an island ومعناها جزيرة، ودي أمثلة على ال places. وآخر حاجة كنا اتكلمنا عليها في تعريف الاسم أو النون عندنا كانت الأيديا. نيجي ناخد examples عليها. أول حاجة a dream معناها الحلم، وتاني حاجة an emotion وهي العاطفة بتاعتنا أو الحاجة اللي احنا حاسين بيها. تعالوا أقول لكم لحظة مهمة جدا وهتفرق معانا قوي. In English we always start the names of people, places, days of the week, month of the year and other proper nouns with a capital letter. لحظة لحظة لحظة، ايه الكلام الكبير واللي يخض ده؟ تعالوا أفهمكم واحدة واحدة. الملاحظة اللي فاتت بتعرفنا أو بتفهمنا البروبر ناون اللي هو الاسم العلم، سواء كان في الأشخاص أو في الأماكن أو في أيام الشهور، بنستخدم أول حرف منها كابيتال، زي كل الكلمات اللي عندنا هنا بادئة بحرف كابيتال عشان دول بروبر ناون. تعالوا نقول المعلومة كمان مرة عشان نثبتها. لو لقينا شخص أو مكان أو حتى فكرة، نعرف على طول إن دي حاجة بتدل على إيه؟ بتدل على الناون، بتدل على الاسم. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. لو لسه في أي حاجة مش واضحة سيبولي السؤال في الكومنتات وهرد عليكم. استنونا في الدرس الجاي من إنجليش ببساطة.